بيبدأ فيلمنا بولد صغير اسمه أوراين وهو في المدرسة وبيحكي لنا إنه معجب ببنت معاه في المدرسة اسمها سالي، بس بيخاف يقول لها. أوراين بيخاف من كل حاجة زي إنه يخش حمام المدرسة لأنه ممكن يبوظه ويغرق المدرسة كلها، وكمان بيخاف يرفع إيده في الفصل لحسن المدرسة بتاعته تسأله مع إنه بيبقى عارف الإجابة. وبعد كده بنشوف أوراين وهو بيقابل زميله المتنمر في الفصل اللي اسمه ريتش، وبيخاف منه علشان ممكن يضربه، وبيتخيل إنه حتى لو هو اللي ضربه ممكن ساعتها يموت ويتحبس. وهنا ساعتها بنعرف ان أوراين خياله واسع، وبعدها بيروح أوراين للفصل وبتعرفوا الأستاذة بتاعته إنهم هيطلعوا رحلة بكرة للمرصد الفلكي، وإنه لازم يروح علشان يشوف الكواكب. وهنا بيتخيل كل الحاجات المخيفة اللي ممكن تحصل في الرحلة دي، وبيقرر إنه مش هيروح الرحلة دي، وبيكذب على المدرسة وبيقول لها إن أبوه وأمه مش مؤمنين بوجود الكواكب. وبعد كده بيمشي علشان يروح على البيت، وبيحكي إنه من أكبر مخاوفه إنه في يوم وهو مروح يلاقي أبوه وأمه سابوه مشوا من البيت. وبعدها بيوصل للبيت وهم بتعرفوا إنها عارفة إنه هو عنده رحلة بكرة، وبتحاول تقنعه هي وأبوه إنه يروح الرحلة، بس بيروح ياكل وبعدها بينام، وبيقول لأبوه وأمه يسيبوا باب الأوضة مفتوح والأنوار كلها شغالة علشان بيخاف من الضلمة. وقبل ما يروح في النوم الأنوار كلها بتقفل، وفجأة بيظهر كائن غريب وبيقول له إنه كائن الليل واسمه دارك، وبيعرفوا إن في بشر كتير في العالم بيخافوا من الضلمة وخصوصا الأطفال، وبيقول له إن أكتر حد بيفضل يصرخ بالليل وبيسيب إزعاج ليه، وعلشان كده ظهرت لك. فبيخاف أوراين أكتر وبيدور على مكان يستخبى فيه، وبيقول له دارك إن الحل الوحيد لخوفه إنه يروح معاه رحلة ليلية ويشوفه وهو شغال، وإن بعد الرحلة دي مش هيخاف تاني من حاجة، وبيفضل يحاول معاه لغاية لما يقتنع ويوافق. وفعلا بياخده دارك وبيطير، وأي مكان بيعدي منه يتحول لضلمة، وبعد شوية بيظهر كائن تاني اسمه ضوء النهار وبيسرع علشان ما ينفعش هو ودارك يتقابلوا. وبيخاف أوراين وبيعرفوا دارك إنهم بعدوا عن البيت ومش هيعرف يروح لوحده، وبيطلب منه إنه يفضل معاه لغاية آخر الرحلة علشان يعرفوا على باقي الكائنات الليلية. بيروح أوراين ودارك لمكان الكائنات الليلية اللي بيتعرف عليهم، وهم النوم والأرق والهدوء والأصوات المزعجة والأحلام السعيدة، وإن دول فريقه. بس أحلام سعيدة بتبقى متضايقة علشان مش مسموح إن دارك يجيب حد من البشر، وبكده هيحصل خلل في شغلهم. بس بيقنعها دارك بإن أوراين مش هيتدخل في أي حاجة ليها علاقة بشغلهم، فبتوافق هي وباقي الكائنات وبيروحوا يشوفوا شغلهم. وبيقول دارك لأوراين إنهم هيروحوا يشوفوا الكائنات الليلية شغالة إزاي، وبيبدأ بكائن النوم اللي بيستخدم مخدة سحرية وبيحطها على الناس اللي مش جايلهم نوم علشان يناموا، وبيروح عند واحدة تاني ويخليها تشم منديل مخدر علشان تنام. وبعدها بيروح عند طفل وبيطلع مطرقة سحرية، بس بيتضايق أوراين وبينادي عليه ويقول له إن ده غلط، فبيتعصب كائن النوم ويبعدهم عن شغله. فبيروح داركو أوراين عند الأرق اللي بيعدي على الناس وبيفكرهم بالذكريات الوحشة علشان ما يعرفوش يناموا. بعدها بيروحوا لكائن الهدوء اللي بيسحب أي صوت من المكان اللي هو فيه، بس أوراين بيعمل صوت عالي وبيخلي كل الأصوات ترجع مكانها تاني، وده بيخلي كائن الهدوء يتضايق ويقول لدارك امشي. وفعلا دارك بياخد أوراين ويروح في مكان أحلام سعيدة اللي كانت جوه حلم واحدة خايفة جدا علشان عندها مشروع في شغلها، وبتحاول أحلام سعيدة تدخل في دماغها حلم إن مشروعها هينجح وإن بنتها هتبقى فخورة بيها. بس بيتكلم أوراين وهو جوه الحلم وبيقول له إنه لما كان عنده عرض في المدرسة حلم إن هو في عيادة الأسنان، وبسبب كده يتحول المكان لعيادة سنان، وساعتها بنعرف إن أي حاجة بيتخيلها حد جوه الحلم بتتحقق. بيكمل أوراين وبيقول إنه بيخاف من صاحبه ريتش اللي بيتنمر عليه، وبسبب كده بيتحول الحلم كابوس، وبيظهر ريتش بشكل عملاق ويحبس دارك وأحلام سعيدة في خزنة. وبيجري ورا أوراين، ووقتها بينادي دارك على أوراين وبيقول له لازم تفكر في حاجة تنقذ بيها نفسك. فبيتخيل أوراين حمام المدرسة وبيظهر وبيغرق ريتش، وبعدها بيظهر باب كبير وبيسحبه. في الوقت ده بتعرف أحلام سعيدة دارك إن أوراين لو مات في الحلم هيموت في الحقيقة، فبيخرج دارك من الخزنة وبيلحق أوراين في آخر لحظة وبياخده ويطلع من بره الحلم. فبتتضايق أحلام سعيدة وبتقول لأوراين إن كده هيعمل ليهم خلل في النظام، فبيزعل أوراين جدا وبيقول إن عمره ما هيعرف يتخلص من مخاوفه. يرد عليه دارك وبيعرفه إن هو اتحسن عن الأول، وعلى الأقل ما بقاش يخاف منه، وإن هو مخيلته حلوة وإنه شخص عبقري. فبيبان إن أوراين بدأ يتغلب على خوفه، وكمان بيساعد دارك والكائنات بشغلهم. وبعد ما بيخلصوا بيتفاجئوا ان ضوء النهار قرب منهم، فساعتها دارك بيعرف أوراين ان ده اكبر عدو ليه، وانه لو فضل وضوء النهار عدى عليه هيخفيه ولازم يتحرك دلوقتي. وبيتحرك دارك وكل الكائنات وبيبعدوا عن ضوء النهار، وبعد ما بيوصلوا لمكان بعيد بيقول لهم أوراين انه بيحب دارك بس لسه بيخاف من الضلمه، وبيحب النهار وبيحس بالامان في النهار. ساعتها بيسمع دارك الكلام وبيزعل جدا، وبسبب كلام أوراين بيحس باقي الكائنات ان احسن ليهم يشتغلوا في ضوء النهار وهيبقى الشغل اسهل ليهم، وبيقولوا لدارك انهم مش عاوزين يشتغلوا معاه. وبيرد عليهم دارك انهم فريق واحد ولو راحوا للنهار هيبوظوا النظام، بس بتصمم الكائنات على القرار بتاعه. وساعتها بيمشي دارك وهو زعلان
زعلان، فبيروح لاوراين وبيصالحه وبيطوروا هما الاتنين وبيقول له ان ما كانش قصده يعمل كده. فبيرد عليه دارك ويقول له ان مفيش حد بيحبه، فبينزل وبيستنى ضوء النهار يعدي عليه، وفعلا بيختفي دارك. وفي الوقت ده بنشوف اوراين وهو كبير وبيحكي القصه لبنته هيبيشيا، وبنعرف انها قصه خياليه. بعد كده بياخد اوراين بنته وبيروحوا مكان شغله، وبتساله بنته هو ايه اللي حصل لدارك بعد كده. بيقول لها اوراين انه ما يعرفش حاجه عنه تاني، فبتتضايق هيبيشيا وبتطلب منه انها تعمل تعديل على القصه. بترجع تاني لاوراين وهو صغير بعد ما اختفى دارك. بيظهر قدامه بنت صغيرة وبتقول له إنها بنته من المستقبل وجاية تساعده علشان يرجع دارك تاني. وفي نفس الوقت بنشوف إن اليوم كله بقى نهار، وبيجوا لأوراين وهيبيشيا الكائنات الليلية وبيقولوا إنهم عرفوا قيمة دارك. وهيبيشيا بتقول لأوراين إن دارك ما اختفاش للأبد ولسه عايش في أحلامه وخياله، وبتطلب من كائنات النوم إن هو يخلي أوراين ينام، ومن أحلام سعيدة إنها تخش جوه أحلامه وتخليه يحلم بأول مرة شاف فيها دارك. وفعلا بيعملوا كده، وبيظهر دارك وبيفرح ان اوراين لسه فاكره، بس فجأة بتتفتح بوابة وبتسحب دارك جواها. وساعتها بيقرر اوراين انه يساعد دارك ويتغلب على مخاوفه، وبيخش البوابة وهو رابط حبل عليه علشان يمسك دارك ويشده من بره البوابة هيبيشيا واحلام سعيدة. بس بيتقطع الحبل وبتطلع احلام سعيدة من الحلم بسرعة علشان تصحيه هي وباقي الكائنات. وفعلا بيصحى ويخرج هو ودارك وهيبيشيا بره الحلم، وبيوصلهم دارك للبيت. بس هيبيشيا بتتعلق في الزمن ده ومش بتبقى عارفة ترجع ازاي. فبيظهر ليها طفل اسمه ديكو اللي بيقول لهم ان هو جاي علشان يرجع هيبيشيا بالمركبة الفضائية بتاعته اللي بتسافر عبر الزمن، وبياخدها ويرجعها زمانها ويرجع زمنه. وبنشوف ان ديكو بيبقى ابن هيبيشيا واللي كمل القصة بعد امه، وان اوراين لسه عايش واتجوز سالي. وبكده نكون خلصنا واحد من احسن الافلام الانيميشن اللي اتعملت. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش بقى تعمل لنا لايك واشترك في القناة وصلي على النبي. سلام.